السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. هذه أول فيديو إن شاء الله في لا فورماسيون سور سيمفوني 3. كما وعدتكم أن هاد لا فورماسيون غادي تكون سور 3 parties. La première partie consacrée aux fondamentaux de Symfony 3. La deuxième partie غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نكريو une application de A à Z. Ce qui concerne la troisième partie, غادي نتعلموا فيها les techniques comment passer un entretien d'embauche technique. غادي نتعلموا فيها كيفاش نقنعوا لو ريكروتور انه غيركروتيك انت وما يركروتيش اون اوتر بيرسون. اوكي، بالنسبه لهاد لا فورماسيون غادي تكون واحد لا بارتي هي تيوريك، ما غاديش نشوفوها بيان سور سور لي فيديو. غادي يكون ان فيشيي بي دي اف غادي نصيفطو لكم ان شاء الله في لي بواط ميل ديالكم. اوكي، بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نتعلموا فيها كيفاش نوجدوا لونفيرونمون دو ترافاي سو سيمفوني. دونك غادي نوجدوا لا ماشين ديالنا باش نبداو نتعلموا السيمفوني 3. دونك اشنو هما الحوايج اللي غادي نانستاليو؟ l'exemple هو واحد لونفيرونمون دو ترافاي سو اباتش MariaDB PHP Perl MySQL. اوكي، MariaDB tout simplement هي MySQL. هاد l'exemple il tourne sous n'importe quel système d'exploitation, quel que soit Windows, Linux ou Mac OS X. Donc, من الأحسن غتجيو تكليكي ولا télécharger, cliquer ici pour d'autres versions ou غادي télécharger la version qui supporte la version 7.1.1 de PHP. Ok, donc sous Windows ها هو le bouton اللي غتكليكي عليه باش télécharger le fichier. Sous Linux ou sous Mac la même chose. Ok. ثاني حاجه اللي هو غادي نانستاليه هو لو كومبوزور. لو كومبوزور tout simplement هو واحد لو جيستيونير دو ديبوندونس دو PHP. عنده ليكستنسيون .phar PHAR. المعنى ديالها هو PHP archive. عقلوا لا، ليكستنسيون .phar هي PHP archive. دونك باش نانستاليو لو كومبوزور او باش نتيليشارجيوه tout simplement غتكليكيو على داونلود. Il y a comme le système d'exploitation Windows, il suffit de cliquer sur le bouton télécharger bien sûr. Et le maquin comme Windows, il suffit de les instructions d'installation. Ok. Donc les mains le Windows ou marche qui va installer le composer, mais il bien sûr en commentaire sous la vidéo ou là il tasse directement. Ok. Allez menjia. من جهة أخرى بالنسبة للإديتور دو تكست اللي غادي نخدم به أنايا شخصيا هو سوبليم تكست 3. دونك إلا كنتو نتوما بغيتو تخدمو بأن أوتر إديتور با دو بروبليم، مي فرونشمون أنا سوبليم تكست صافي دابا 5 ans أنا تنستعملو. فريمون جو سوي ساتيسفي من هاد سوبليم تكست سورتو لا فيرسيون 3. ألوغ كاتريام دي شوز اللي غادي نانستاليه هو الإيميت. إيميت هو واحد لو بلوغين اللي تيتانستالا في نابورت كال إديتور دو كود. هاد الإيميت هذا تيسهل علينا ليكريتور دو كود HTML. اوكي، وغادي نشوفو ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي تيتابعوني في لاشين ديالي تتشوفوني انني تنجينيري ان كود HTML ابارتير من داك كود اللي هو ما مفهومش. داك لو كود تيتسمى الايميت. دونك غادي نشوفو كيفاش ممكن لنا انستاليو الايميت سور لا ماشين او سور ليديتور دو تكست ديالنا او ليديتور دو كود. بالنسبة لو gestionnaire de base de données, أنا غادي نستعمل الهيدي SQL. Vraiment c'est un super logiciel qui gère les bases de données. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش ويندوز عندهم الماك انستاليو ان اوتر gestionnaire او لا tout simplement يستعملوا PHP MyAdmin. بالنسبة اللي عندهم الويندوز يخدموا بالهيدي SQL. alors بالنسبة لو فريمورك CSS اللي غادي نستعملو في هاد الدورة ولا في هاد لا فورماسيون هو الجيت بوستراب. جيت بوستراب غنخدمو به كوتي باك، و في الفرونت غنخدمو بان اوتر فريمورك CSS اللي هو اليو اي كيت، و بيان سور بلا ديرنيير فيرسيون اللي هي لا فيرسيون 3. الوغ غادي تقولوا لي علاش بغيتي تخدموا بالبوستراب وتخدم باليو اي كيت؟ انا تو سامبلومون تنخدم بهاد لي تكنيك كاملين على وديتكم باش ان شاء الله تكونوا في الاخر ديال هاد الدوره ماشي غير تتعرفوا السيمفوني، مي تتعرفوا بلان دو شوز. انا الغرض ديالي من انكم تساليو هاد لا فورماسيون ان شاء الله تكونوا تكنيكمون في واحد لو نيفو اللي هو عالي، وتقدروا تلقاو خدمه بطريقه سريعه ان شاء الله افيكاس. اوكي، داكشي تنحاول نعطيكم لو ماكسيموم بوسيبل دانفورماسيون. الوغ بالنسبه
الكوتي جافا سكريبت غادي نخدمو بالفريم ورك او بالليبريري jQuery. تو الموند يعرف شنو هي jQuery. اخر حاجه شنو هو السيمفوني. هذا هو لو سيت اوفيسيال هو symfony.com. هنا فين غادي نستعملو دوكيومونطاسيون نوريكم كومون سا مارش دوكيومونطاسيون في لا دي بارتي. هو نورمالمون ما تحتاجوش لا دوكيومونطاسيون مي ان شاء الله مي غتكونوا ديفلوبيو خدامين بلو فريم ورك سيمفوني مره غادي تحتاجوا انكم ترجعوا لا دوكيومونطاسيون. اوكي دونك غادي نستعملو لا دوكيومونطاسيون سيمفوني دورون سيت فورماسيون. دونك اول حاجه دابا غادي نديرو نرجعوا انستاليو l'environnement exemple. Alors, من بعد le téléchargement ديال l'exemple غادي تلقاو bien sûr le dossier de téléchargement غادي ديرو double clic. bien sûr غادي بالنسبه للناس اللي هما اول مره تانستاليو un environnement exemple او لا WAMP او لا easy php donc غتكليكيو على وي ومن بعد غادي تتبعوا les instructions d'installation sous forme d'un wizard. غادي تكليكيو على OK ومن بعد كليكيو على next. غادي تخليو هاد لا configuration comme il est. غادي تكليكيو على next. هنايا انا ديجا عندي ان دوسيي سميتو l'exemple. الوغ هنايا كيما قلت لكم من الاحسن تخليو لانستالاسيون دو l'exemple يكون في لا بارتيسيون سي. الا ما بغيتوش يبقى في سي سوفي انكم تكليكيو على هاد ليكون وتختاروا اون اوتر امبلاسمون. دونك انا في لوكا ديالي ديجا عندي لو دوسيي اكزومبل غيعطيني اون ميساج يقول لي راه لو دوسيي نوت امبتي. دونك في لوكا ديالكم نتوما ما يعطيكمش هذا لو ميساج هذا غادي تكملوا نيكست جوسكا لا فان دو لانستالاسيون. اوكي هذه بالنسبه لوكزومبل. بالنسبه للانستالاسيون دو كومبوزور يسوفي انكم تكليكيو على لو فيشي كومبوزور تيري سيتاب كليكو على وي وحتى هي لا ميم شوز غتبعوا لي انستركسيون d'installation sous forme d'un wizard. هنايا تنعطيو لو chemin vers le fichier PHP. alors من بعد l'installation ديال l'exemple الا كنتو حطيتو bien sûr في لو lecteur او لا في لا partition C دونك وما عطاكمش هنايا اوتوماتيكمون ما ديتيكتاش لو فيشي php.exe غادي تمشيو تكليكو على browse وغادي تمشيو لا partition C وتمشيو لو دوسيي exemple دوسيي PHP ووصلوا دوسيي PHP غتلقاو ان فيشي سميتو php.exe غتكليكيو على وي ولا اوفرير وغتكليكيو من بعد على نيكست. الوغ من بعد بلا ما تكوشيو هاد لاكاز هادي غادي تكليكيو على نيكست غتكليكيو على انستاليو تو سامبلومون غادي تانستال. ما يمكنليش نديرها انا لان ديجا عندي انستالي في لا ماشين ديالي لو كومبوزور. اوكي دونك نتوما غادي تكليكيو على انستالي وغادي تسناو جوسكا لا فان دو لانستالاسيون ومن بعد تكليكيو على فيرمي. اوكي لا ميم شوز بور لانستالاسيون ديال لو سوبليم تكست. كليكون دو فوا سور سوبليم تكست en suivant bien sûr les instructions d'installation. La même chose, next jusqu'à la fin de l'installation. Déjà عندي أنا installé. دابا غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نانستاليو لو بلوجين emit. باش نبداو نانستاليو أي library أو لا أي باكيج في Sublime Text خاصنا نانستاليو باكيج كنترول. باش نانستاليو الباكيج كنترول غنمشيو لهاد لو سيت بيان سور غنخليه لكم في لا ديسكريبسيون د لا فيديو. إلا كانت عندكم لا فيرسيون 3 ديال Sublime Text دونك غتاخدو هاد لو كود. كانت عندكم لا فيرسيون 2 غادي تاخدو هاد لو كود. في لوكا ديالي انا عندي Sublime Text فيرسيون 3 دونك غادي نديرو كوبيي وغادي نمشيو للسوبليم تكست ديالنا. من بعد غادي نمشيو لفيو وناخدو شو كونسول وغادي نديرو هنايا باست اولا كولي داك لو كود كليكو على اونتري. الوغ من بعد الانستالاسيون ديال هاد لو كود هذا ولا هاد الباكيج او الكنترول باكيج من بعد غادي نكليكيو على كنترول شيفت بي. هنايا غادي نكتبو انستال باكيج دونك هي هادي ومن بعد غادي نختارو غادي نكتبو ايميت. فوالا دونك غادي ناخدو ايميت سي اس اس سنيبت. دونك غادي نتسناو يتانستالا لينا هاد الليبراري هادي في سوبليم تكست ديالنا. دونك ايميت سي اس اس سنيبت a été bien installé دونك غادي نانستاليو encore ايميت pour html دونك كنترول شيفت بي ونديرو باكيج كنترول انستال ومن بعد غادي نكتبو ايميت
style refactor. Cliquez عليها ونتسناو bien sûr l'installation. دونك ها هو l'installation تاعي دازت مزيان. غادي نحاول انستالي واحد لو تيم انا تعجبني نخدم به هو دونك كما قلنا نديرو انستال باكيج ومن بعد غادي نكتبو سميت لو تيم اللي هو material theme. For Sublime Tree. دونك غادي نتسناو الانستالاسيون ديالو ونرجع لكم. Alors كما تلاحظوا معايا ان لو تيم ديال Sublime Text a été modifié. كيفاش تتموديفيا؟ tout simplement غادي تكليكي على préférence ومن بعد غادي نمشيو ل package setting وغتمشي للماتيريال تيم وغادي تكليكي على activate. هنا تعطيك 3 شوا. انا درت لو شوا ديال ماتيريال تيم tout simplement. كاين هاد لا كولور، كاين الدارك كحل وكاين اللايت اللي هو بالبيض. اللايت تيضر في العينين دونك من الاحسن خذوا هاد لو تيم هذا. اوكي لا كولور ديالو مزيانه. دونك بالطريقه هذه انستالينا دو باكيج او لا دو ليبراري اللي هو لو تيم اي ايميت. غادي نزيدو اون اوتر اللي هي الليبراري ديال البوستراب. دونك غادي نكليكيو كما قلنا على كونترول شيفت بي ونديرو باكيج انستال ومن بعد غادي نكتب هنايا bootstrap tree auto complete اولا السنيبت. من الاحسن خذوا الاوتو كومبليت. فوالا تانستالا لينا الليبراري ديالنا اللي هي ديال bootstrap auto complete. دونك بالطريقه انستالينا كاع لي باكيج ديالنا سي بون. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نانستاليو السيمفوني عندنا في لونفيرونمون ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديرو هو اننا غنمشيو لونسيو لو سيرفور اكزامبل اولا لو سيرفور اباتش ام اي اس كيو ال. الوغ نمشيو لومبلاسمون اللي انستالينا فيه لوكزامبل انستاليناها في لا بارتيسيون سي ou le dossier exemple. Donc غادي نحلو لو دوسي exemple وغادي نلقاو ان فيشيي سميتو tout simplement exemple control. دوبل كليك عليها غيعطينا واحد الانترفاس اللي هي على هاد الشكل هذا. دونك غادي نلونسيو لو سيرفور اباتش غنكليكيو على ستارت وغنلونسيو لو سيرفور ماي اس كيو ال غنكليكيو على ستارت باش غادي نتاكدوا بان هاد لي دو سيرفيس démarrer tout simplement خاص تولي la couleur verte ou les ports تعطاو par exemple Apache تعطات لي le port 80 ou le MySQL تعطات لي le port 3306. اوكي دابا جا الوقت اللي نانستاليو اول انستانس ديال سيمفوني. اول انستانس c'est-à-dire la commande qui nous permet de créer un package Symfony. alors دابا جا الوقت اللي نانستاليو فيه اول بروجي سيمفوني. دونك غادي نمشيو لانفيت دو كوموند ديالنا وغادي نتبوزيسيوناو في لو دوسي htdocs اللي كاين في لوكزامبل عندنا في ليكتور اولا في لا بارتيسيون سي. انا دابا في لا بارتيسيون سي دونك غادي ندخل لوكزامبل سي ديكزامبل سلاش htdocs entrée. دابا غادي نتابي لا كوموند qui nous permet de créer un projet Symfony. دونك غنتابيو composer create -6 project espace Symfony slash framework -6 standard -6 edition et le nom on dirait espace bien sûr on dirait le nom ديال le projet انا بغيت نسميه Symfony 3 entrée. donc غادي نتسناو l'installation ديال le projet Symfony ونرجع لكم. alors في لو كاد ديال database host حنايا غنخدمو لوكالمون. دونك غادي نكليكي على اونطري. بالنسبه للداتابيز بور غادي نديرو 3306. منين جبت لنا هاد لو بور هو هذا اللي كان جينيرا لينا لوكزامبل لقيتها منين اكتيفينا الماي اس كيو ال. هاد لو بور هذا 3306. دونك غادي نديرو هنايا نكليكيو على اونطري. بالنسبه للداتابيز نيم هو بار ديفو تيقول لك تعطينا لو نون سيمفوني. حنا غادي نسميو الداتابيز ديالنا Symfony tree ونديرو underscore ونديرو db. هكذا بغينا نكتبو. يمكن لكم تسميو السميه اللي بغيتو. كليكو على اونطري. بالنسبه للداتابيز يوزر انا عندي ديجا ان يوتيليزاتور روت. الباسورد ديالو نول. smtp ما عندنا ما نديرو بيه بور لو مومون. دونك نول اونطري
Donc une fois نشوفوا هاد les messages en vert, donc c'est-à-dire que l'installation ديال le package ou le projet Symfony a été installé avec succès. Donc maintenant بهاد الطريقه هذه تعلمنا كيفاش نانستاليو ان بروجي سيمفوني في لا ماشين ديالنا. ولكن لا كيستيون واش كاينه غير هاد لا ميثود؟ لا، كاين دوطخ ميثود. ولا مشينا للدوكيومونطاسيون كليكيو عليها، من بعد نمشيو للسيت اب، غادي تلقاو لانستالاسيون سيتينغ اب دو سيمفوني فريم ورك. دونك غادي نجيو هنايا غادي نلقاو لانستالاسيون ديال سيمفوني في لينكس وفي الماك او اس اكس. يسوفي انك تاخد هاد لي 3 لين وتكوليهم في لو كونسول. بالنسبه للويندوز يسوفي انك تاخد هاد لا لين هادي وتكوليها في البرونت كوموند اولا في لانفيت دو كوموند ديالنا. اوكي، غير هي خاص شي شويه لا كونفيغوراسيون، خاصنا نزيدوها في الباث فاريابل اولا في الفاريابل دونفيرونمون ديالنا انسي دو سويت. دونك انا بلاصه ما نبقاو حنا نتعطلوا في هاد لي زيتاب هادو، حاولت نستعمل لو كومبوزور، يعني لا ميثود ديال الكومبوزور اللي هي هادي. دونك هي اللي استعملنا الكومبوزور كرييت بروجيكت سيمفوني فريم ورك ستاندارد اديشن، وتنديرو هنا لو نون ديال لو بروجي ديالنا. اوكي، دونك بهاد الطريقه هذه تعلمنا كيفاش نانستاليو ان بروجي سيمفوني في لا ماشين ديالنا. الوغ بغيت نرجع غير لواحد النقطه اللي هي مهمه بزاف. الناس اللي ما غاديش يتانستالي لهم لو كومبوزور، كاينين الناس اللي عندهم مشكل في الماك ما تيبغيش يتانستالي لهم لو كومبوزور. دونك كاينه واحد لاستوس، واننا غادي نرجعوا لو سيت اوفيسيال دو كومبوزور، ونكليكيو على داونلود وغادي نمشيو ناخدو اون كوبي ديال لو كومبوزور. دونك ناخدو لا ديرنيير فيرسيون. دونك غادي نتيليشارجيو هاد لا فيرسيون هادي مثلا، غادي ناخدو هاد لو فيشي كوبيي ونمشيو لا بارتيسيون سي، نمشيو لو دوسيي اكزومبل، نمشيو لو دوسيي htdocs، وهنايا نحاولو نكوليو لو فيشي composer.var. اوكي، قبيله قلنا شنو هي المعنى ديال فار، تو سامبلومون هي PHP archive. دونك نرجعو دابا لانفيت دو كوموند ديالنا ونفيريفيو اسكو هاد لو كومبوزور سا مارش او نو. باش نعرفو واش خدام ولا ما خدامش، يسوفي نكتبو composer بوان فار، ما تنساوش ليكستونسيون. اوكي، دونك نحاولو دابا نابليكيو هاد الكومبوزور باش نانستاليو اون نوفيل فيرسيون ديال سيمفوني. دونك تنعاود نقول بان هاد الطريقه هادي بالنسبه للناس اللي ما تانستالش لهم لو كومبوزور في لا ماشين ديالهم، سيرتو الناس ديال الماك. دونك قبيله باش انستالينا ان نوفو بروجي سيمفوني درنا كومبوزور، وفي هاد لوكا غادي نديرو كومبوزور بوان فار، ما تنساوش بوان فار create project Symfony slash framework tiret standard tiret edition. وهنايا نديرو لو نون ديال لو باكيج، غادي نسميه مثلا انا S3 اونتري. دونك كما تلاحظوا معايا اننا قدينا اننا نانستاليو ان نوفو بروجي فيا composer.var. هذه في لوكا ديال الناس اللي ما تانستالاش لهم لو كومبوزور في البيسي ديالهم اولا في الماك ديالهم اولا في لينكس. اوكي، دونك ما عليه الا يتيليشارجي اون فيرسيون اولا لا ديرنيير فيرسيون ديال لو كومبوزور عنده ليكستونسيون .var، ويديبلاسي فين يديبلاسي في الدوسيي htdocs اللي كاين وسط لو دوسيي اكزومبل. ومن بعد غادي يمشي يكتابي في لانفيت دو كوموند، بيان سور تبوزيسيونا في htdocs ويتابي composer.var، ومن بعد يكمل بلا كوموند ديال سيمفوني. اوكي، اذا سيدنا بهذه الطريقه هذه سالينا اول درس في لا فورماسيون ديال سيمفوني 3. دونك تعلمنا فيها كيفاش نوجدوا لونفيرونمون دو ترافاي ديال سيمفوني 3. دونك حاولوا تابليكيو هادشي كاع اللي شفنا ديال لانستالاسيون دو كومبوزور، لانستالاسيون ديال لوكزومبل، لانستالاسيون ديال ليديتور دو كود، لي باكيج اللي انستالينا في ليديتور دو اللي هو سوبليم تكست، انستالينا فيه لو تيم ماتيريال، انستالينا بوستراب اوتو كومبليت، وانستالينا الايميت. دونك اذا كان معكم محمد ابراهيم، وغدا ان شاء الله غادي نشوفوا لاركتيكتور او لاربوريسونس ديال لي دوسيي في سيمفوني 3. كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم.